اليوم تم إجراء عملية إلى سيدة في العشرينيات من عمرها، كانت تعاني من وجود ورم في زاوية المخيخ. تم إجراء عملية سابقة لها خارج العراق، وتم استئصال جزئي لهذا الورم. طبعا الورم عاود وراء سنين، يعني 2 إلى 3 سنين رجعت الأعراض، كون الاستئصال كان جزئي. اليوم سوينا لها عملية ثانية. العملية كانت عن طريق كواسي أبروتش، وهذا طريق معقد نادر الاستخدام في العالم العربي فضلا عن العراق. فتم استئصال الورم بشكل كامل هنا في مستشفى الكفيل، والإدارة مشكورة طبعا، وفرت لنا العدة اللي نحتاجها من مجهر جراحي حديث تم استيراده خلال الشهرين الماضية، إلى العدة الجراحية المتطورة، إلى التخدير الدقيق، إلى طبعا العناية المركزة الفائقة. وطبعا جدير بالذكر أنه العناية المركزة هي ليست عناية ما بعد العملية، وإنما هي امتداد للعملية. فإذا لم تكن العناية على مستوى عالي، العملية في أغلب الأحيان تكون ما لها قيمة، لأنه المريض يحتاج إلى متابعة حثيثة في العناية المركزة. والعناية المركزة هنا في مستشفى الكفيل على أعلى طراز، فيها ناس متخصصين، وفيها كادر تمريضي متطور جدا، وفيها أطباء عناية مركزة باقين يم المرضى 24 ساعة. وهذه من الأمور اللي تكاد تتفرد بها مستشفى الكفيل.